التعاطي مع هذا الشكل الإيجابي هذا شيء طبيعي. طبعا إذا حتى تمكن التحالف من تسيير قوافل الإغاثة داخل اليمن، الجميع يعلم أن الميليشيات الحوثية نشرت الألغام بشكل عشوائي على طول الحدود، وقد يعرض هذه القوافل للتهديد. لذلك يجب أن يكون هناك تعامل مع الميليشيات عبر رجال القبائل لإزالة هذه الألغام وتسهيل مرور القوافل. هذا لا يعتبر تفاوض. البيان كان واضح أنه التفاوض هو عبر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وبتواجد الحكومة اليمنية الشرعية وفق القرار 2216، والتفاوض سيكون يمني. لا يوجد للمملكة العربية السعودية دور في التفاوض داخل اليمن. القضية هي قضية يمنية والتفاوض تفاوض يمني. نحن ضمن التحالف، المملكة العربية السعودية جزء من التحالف لدعم التحالف في إنجاح شرعية الحكومة اليمنية. أما أنه جميع أو من يتوهم أنه سيكون هناك تفاوض ومقايضة على الحدود السعودية هذا أمر خاطئ. يعني فقط المباحثات أو المفاوضات مع الحوثيين أو اللقاء إن صح التعبير مع الحوثيين مع مسؤولين سعوديين كان فقط لتهدئة الوضع على الشريط الحدودي. تهدئة الوضع عبر وساطات قبلية. طبيعي أن القبائل ليسوا هم الضالعين في نشر هذه الألغام، وطبيعي أن يكون هناك جزء من هذه الميليشيات يتعاملون مع القبائل لتحديد أين مواقع الألغام وإزالتها حتى تستطيع القوافل الدخول إلى القرى التي هي تقع ضمن الحزام الحدودي، ويوجد آلاف من الألغام منشورة في هذه المناطق. أما التفاوض على الحل السياسي في اليمن فهو وفق القرار وعبر الأمم المتحدة، ولم يتم التطرق لا إلى حل سياسي أو حتى حل عسكري. لا يوجد حل سياسي مطلوب على حدود المملكة العربية السعودية. ما هو الحل السياسي الذي ليس على الحدود ساعة نعم. ولكن هل تم يعني نقاش ملف القضية بشكل لا يمكن أن نناقش ملف اليمني بنيابة عن الحكومة اليمنية. من سيجلس على الطاولة ويفاوض الحل السياسي في اليمن هي الحكومة اليمنية الشرعية، ولذلك نحن نقول هي إعادة الأمن لليمن ودعم الشرعية وإعادة الشرعية، ولكن ليس للتحالف أن يفاوض نيابة عن الحكومة اليمنية في الشأن اليمني الداخلي. متى ما أصبحت هناك جولة للمفاوضات من سيجلس على الطاولة هو الحكومة اليمنية الشرعية. نعم. فيما يخص الرئيس السابق اليمني علي عبد الله صالح، تحدث أحد مستشاري الرئيس هادي من أنه الرئيس السابق طلب أكثر من مرة الخروج الآمن من اليمن. السؤال هنا، هل التحالف لدعم الشرعية في اليمن سيعمل على ذلك تلبية طلب الرئيس السابق؟ المخلوع هو مواطن يمني، واليمن يوجد دولة ويوجد نظام أمني وقضاء يمني. المخلوع هو أعماله وما قام به هو تحت عقوبات الأمم المتحدة، وهو في الأساس مواطن يمني، وهناك حكومة يمنية شرعية، فمن له حق التصرف في هذا الأمر هو الحكومة اليمنية الشرعية. التحالف لا يتعامل مع أفراد، وهذا سبق أن أكدنا في أكثر من مناسبة. نحن نتعامل مع الحكومة اليمنية الشرعية ضد كل من يحاول الإضرار بالشرعية وإدامة العمليات القتالية في اليمن، والمخلوع واحد منهم. ولذلك الآن إذا عادت الشرعية للحكومة اليمنية وبسطت كامل نفوذها يحاكم هذا الرجل ضمن القانون اليمني وفق ما يضمن له الدستور من حقوق وواجبات، ولكن المعني بهذا الأمر هو الحكومة اليمنية الشرعية وليس التحالف. نعم. فيما يخص يعني خلال عمليات قوات التحالف خلال الأربع والست أشهر الماضية شهد تمدد لداعش والقاعدة من عدن وحتى حضرموت، بحكم اطلاعكم بشكل كبير على مسرح العمليات في أرض الواقع. أولا، ما حقيقة هذا التمدد أو حقيقة هذا التواجد، وكيف تتعاملون مع هذه الفئات سواء كان داعش أو حتى القاعدة؟ أولا، نحن نعلم من هو الذي يحاول إشاعة هذا الجو والفوضى وإيهام المجتمع الدولي أن هناك تمدد للقاعدة وداعش، هو علي عبد الله صالح. من احتضن القاعدة عندما هزمت في المملكة العربية السعودية وفرت إلى اليمن وأمن لها الملاذ الآمن غير المخلوع علي عبد الله صالح. من الذي حرر المسجونين في سجن المكلا في بداية العمليات هو المخلوع علي عبد الله صالح. لماذا؟ علي عبد الله صالح اليوم منهجيته ما هي؟ أن يقول للمجتمع الدولي إذا هزم علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثية فستكون هناك القاعدة وداعش، وعليكم أن تختاروا بين التعامل معي كرئيس مخلوع والميليشيا والعصابة التي حوله، أو عليكم التعامل مع القاعدة وداعش، وهو يعلم حساسية المجتمعات الغربية تجاه هذين التنظيمين، وبالتالي يدخل جزء من معادلة الحل في اليمن. ونحن نقول له أن هذه لعبة قديمة انتهى موضوعها. ولكن تواجدهم يعني سعادة العميد تواجد وعني بذلك القاعدة يعني منذ الأزل يتواجدون في اليمن وخصوصا في حضرموت، يعني كيف سيمكن إذا أعلنت قوات التحالف عن انهاء العمليات كيف سيمكن لكم ضرب القاعدة من خلال عمليات عسكرية؟
نحن نقول الحكومة اليمنية والشعب اليمني هو من سيضرب القاعدة، هو من سيضرب المنظمات الإرهابية، هو من سيقضي على الفوضى. صحيح أن التحالف سيكون له دور. نحن اليوم ماذا نعمل في اليمن؟ نحن نساعد الحكومة اليمنية على أولا تدريب عناصر الجيش اليمني والعناصر الأمنية، توفير القدرات القتالية لهم من أجهزة وغيرها، ثم النصيحة والمشورة للتنظيم، كيفية العمل وتنظيم وإعادة تنظيم الجيش اليمني والأجهزة الأمنية.